بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولاي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. مولاي صاحب العصر والزمان، ما قدرنا نحيي مجالس عزائنا في بيوتنا. إن شاء الله يكون ثوابنا واصل لك وين ما تكون، وإن شاء الله يزول هذا البلاء عن أمتنا. نبدي إن شاء الله نحضر اليوم الهريس. راح نحضر هريس بالدجاج. مثل ما تشوفون عندي 4 صدور دجاج سلقتها سابقا بس مو مستوية كلش يعني. عندي هنا 4 كيلوات من الهريس، غسلتها ونظفتها ونقعتها لمدة 4 ساعات. هذه الهريس من بعد ما صفيتها من الماء، وبنفس الوقت أنا خليت ماء يغلي بالقدر على النار، ومثل ما تشوفون بدأ يغلي عندنا، ومثل ما احنا نقول يفور. هسه راح أضيف الهريس بالتدريج، وأيضا راح أضيف وياه صدور الدجاج وأخليه إلى أن يستوي. بالنسبة لماء سلق الدجاج، طبعا ما ضفت إلى أي بهارات، فقط عود قرفة وورق قار وحبة بصل كبيرة. راح أضيف من عنده للماء مالت الهريس. طبعا مثل ما تشوفون هو الماء مغلي، مثل ما احنا نقول يفور. هو الهريس سوا، خليه على نار هادئة. وهسه مثل ما تشوفون صار عندي بهالشكل هذا. كل هالمدة هو على نار هادئة لحد ما يصير شكله هيج، يكون استوى عندي. من بعد ما استوى الهريس عندي راح أشيل كل صدور الدجاج اللي خليتها، أخليها بإناء ثاني، وأشيل الهريس من على النار أتركه يبرد. طبعا أني أطحن الهريس من بعد ما يبرد باستخدام محضرة الطعام. وهذا الدجاج عندي على مود يبرد عندي بسرعة أستمر بالتحريك شوي شوي. عندي هذه محضرة طعام مثل ما تشوفون. أطحن الهريس. طبعا قسم يستخدمون المحضرة اليدوية أو الطاحونة اليدوية حسب المتوفر. مثل ما تشوفون هذا الهريس بعد ما طحنته راح أضيف عليه رشة من الملح، وأيضا راح أضيف الدجاج. هنا أنا فلسته، احنا نقول فلسناه. فلست الدجاج صار عندي بهالشكل هذا. ما أرجع على النار مباشرة، أخليه مهدارة وأخليه على نار هادئة وأستمر بالتحريك. يتجانس عندي الدجاج ويا الهريس تقريبا لمدة ساعة كاملة على نار هادئة مع تحريك، يعني على مود أريده يعني يكون طعمه جدا طيب بهيجي حركة. ولا تخافون ما يطلع زفر ويا الدجاج أبدا، خاصة بهاي الطريقة اللي حضرت بيها. يبدأ يطلع عندي البخار، تطلع عندي فقاعات، أطفيه من على النار وأقدمه. طبعا أني سويت اليوم شوي ثخين، اللي يحب يكون شوي خفيف فأثناء ما يرجع على النار يضيف له قليل من الماء ويستمر بالتحريك على مود لا يكسر عندكم ماي. هسه تقريبا كمل عندي. شوف شلون شكله صار. طبعا صار كله دجاج. أخليكم ويا توزيع الثواب. أشوفكم على ألف خير وعافية، مع ألف سلامة.